السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم مصطفى اللامي. بداية كل فيديو أحب أقول لكم رحم الله والديكم وجزاكم الله ألف خير. اللي طبعا اليوم بعد بالصدفة راسلت الشركة. أنا هذا الحساب مالتي هذا مثل ما تشوفون ما يتغير بي الاسم، لأن راسلت الشركة ويعني قالوا يعني انت مغير الاسم ما يصير تغيره، لان انا راسلتهم وفتحوا لي خيار تغيير الاسم وغيرت الاسم. اكو استثناء جديد تغير اسمك مثلا مثل ما تشوفون الاسم مصطفى اللامي. اكو استثناء جديد تشيل كلمة اللقب او اسم ابوك او الاسم الثاني، هو مو اسم الاول والاسم الثاني، مثلا تشيل مثلا اللامي يبقى بس مصطفى. يعني تشيل اكو استثناء جديد، حاجة يعني جديدة. على ما اظن خل اشوف الرسالة او المحادثة بالمال الدعم. طبعا مسوي انا محادثة جديدة لغير ذيك المحلويسة. فاكو تكتب لهم مثلا شلون اقدر اسوي هاي. مثلا انت هسه خلينا قبل لا نقول لكم شلون تكتب الرسالة. اول شغلة اكون اسمك متكون من اسم الاول واسم الثاني. اوكي، مثلا خلينا نشوف غير اسمي. الاسم اذا اسم واحد ما اظن يتغير، بس اذا اسمك متكون مثلا، شوف هسه مثلا هذن الاسماء مثلا كينج دوم هذا يتغير، ينشال جوست ويبقى كينج دوم فقط. مثلا عندك مصطفى اللامي ينشال اللامي يبقى مصطفى فقط. علي سامي ينشال سامي يبقى علي فقط. حيدر النجفي ينشال النجفي يبقى حيدر فقط. سكيورتي كربلاء. يعني جاي تفتهمون المقصد من كلامي. فنروح على هذه المحلويسة، شو اسمها هذه صفحة الاعدادات. نروح على المساعدة والدعم. شوف عزيزي، اكو ناس ما تطلع لها. شوف اكو شغلة، اذا انت تاون 10 او 11 ينفتح عندك خيار تغيير العفو، ينفتح عندك مراسلة الدعم بدون ما تفتح سايفون او تروح على الامور المحلويسية، تروح على الخيارات وتقول له هل كان هذا مفيدا، تقول له لا ويطلع لك اتصل بنا. اذا كنت تاون 10 او 11 يطلع لك هذا الخيار مفتوح، يعني اوتوماتيكيا. اول شغلة تكتب مرحبا بالعربي، اريد هل يمكن مساعدتي في تغيير الاسم، وأتمنى أن تساعد. تحياتي للدعم العربي. تحياتي مثلا إلى فريق الدعم العربي. اوكي، يعني الذب اللوقي من الاخير. المهم فهو راح هسه اكون شنو تكتب الكلام مالتك. يعني شلون يعني حتى اذا ماكو فريق دعم عربي، اذا يعني اكون كلامك يترجم ابسط شيء. فبعد ما تكتب لهم هاي، يعني انت تقدر تكتب اي رسالة، بس المهم تقول له انا اريد اغير الاسم. بعد ما كتبنا الرسالة بدون تريد، شوف هنا أنا الايميل، تريد تكتب ايميل اكتب، ما تريد لان هو ما راح يدز لك على الايميل الرسالة، راح تطلع لك هنا أنا على علامة تعجب او علامة حمراء على كلمة المساعدة والدعم. من تدخل عليها راح تلقى الرسالة. فاحنا شو نسوي؟ ندز الرسالة
شوف تلقينا رسالتك. هسه راح تفتح هاي الامور فتحت القرية مثلا. هسه شنو تنتظر؟ راح تقول لي ايش قد يردون علي؟ عزيزي الرد من ساعة من 6 ساعات الى 12 ساعة الى 24 ساعة. يعني اذا خلال 6 ساعات ما ردوا عليك خلال 12 ساعة يردون عليك، واذا خلال 12 ساعة ما ردوا عليك خلال 24 ساعة يردون عليك. يعني حتى اختصر لك الامور مالتك. الشغلة اللي بعدها راح يدزوا لك الرسالة. خلينا ندخل على المساعدة والدعم. راح يدز لك الرسالة، راح يقول لك احنا عرفنا انه انت تريد تغير اسمك. هل تريد ان يعني يقول لك نشيل الاسم الثاني ويبقى عندك بس الاسم الاول؟ يعني مثلا راح اشيل اسم اللامي ابقي بس مصطفى. هل انت موافق؟ ايش تكتب له؟ نعم موافق على التغيير، وتعطي ارسال. من راح تعطي ارسال راح قبل وهم تنتظر من 6 ساعات الى 12 ساعة الى 24 ساعة. هاي الاوقات اللي يقدرون يراسلوك بها او يردون عليك. فهذا الامور المحلويسية اللي يعني شلون اقول لك بها. المهم فاللي وين وصلنا؟ راح ينشال عندك الاسم الثاني، راح يبقى عندك بس الاسم الاول. فان شاء الله هذه الشغلة راح تفيد هواية من عندكم راح تستفادون منها. ما اريد لا لايكك ولا اشتراكك، رحم الله والديك، كلمة رحم الله والديك هذه تكفيني. بس بالنسبة الناس راح يقولوا لي انت ليش تقول ما اريد لا لايك ولا اشتراك؟ لان اكثر الناس محسستني على انه انا جاي اقول لهم اعطوني لايك، لان كل فترة واحد انزل فيديو مثلا ما عجبه انا راح الغي اشتراكي. فلهذا الشيء انا لا اريد اللايك ولا الاشتراك. فاحب اقول لكم نهاية الفيديو رحم الله والديكم وجزاكم الله الف خير. وطبعا تحياتي لكل المتابعين، واشكركم واشكر دعمكم واشكر اخلاقكم الطيبة. طبعا انا دعمكم شيء ثاني، لكن اخلاقكم واموركم المحلويسية هذا اللي يهمني. وعساكم طيبين وبصحة وسلامة وعافية. نهاية الفيديو في امان الله.